حرايق بتولع في كل مكان في القرية. في قلب الصعيد تحديداً في محافظة سوهاج حصلت حادثة هزت البلد كلها. حرايق بتولع في كل مكان في القرية بدون سبب واضح وبدون سابق إنذار. كل شوية أهالي القرية يسمعوا الحقونا النار ولعت من تاني، ولحد الآن محدش فاهم حاجة لأن مفيش سبب علمي للحرايق اللي حصلت. بعد أسبوع واحد بس حصل أكتر من 20 حريقة في أماكن مختلفة، مرة في بيت ومرة في حظيرة، والناس مش فاهمة إيه السبب. كل اللي بيعملوه إن هم بيجروا علشان يطفوا الحريقة. كل شوية يسمعوا صوت أهالي القرية الحقونا النار ولعت من تاني. في ناس بتقول يمكن غاز، وناس تقول يمكن كهرباء، وناس تهمس وتقول يمكن جن. لحد الآن مفيش سبب علمي. النيابة فتحت التحقيقات ونزلت القرية علشان تعرف إيه اللي بيحصل. الدولة مسكتش، والمحافظ نزل بنفسه القرية علشان يعرف كل اللي حصل فيه. التضامن فتحت ملفات التعويض، ووزارة الأوقاف دخلت الخطب عشان تهدي الناس وتوعيهم. وكل يوم بيعدي على أهالي القرية بيزيد خوفهم وقلقهم لأن هم مش عارفين إيه هو سبب النار اللي ولعت. كل باب اتقفل بعد الحريقة ساب وراه جرح وآثار كبير. النار مش ولعت بس في البيوت، دي ولعت في قلوب الناس من الخوف والحيرة. والسؤال لسه شاغل أهل القرية، يا ترى مين اللي ولع النار في القرية؟ وهل في تفسير علمي ولا لسه في سر مستخبي؟ استنونا في مواضيع وحكايات تانية لأول مرة مع ميرنا السمنودي.